يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حأعمل معاكم صينية الإيس كريم المقلي. لا تخافوا، هي ما فيها قلي ولا حاجة، بس كده اسمها. فنقول بسم الله. أول حاجة عندي هنا 4 أكواب ونص كورن فليكس، هحط عليهم ربع كوب سكر أبيض ونص ملعقة كبيرة قرفة. حطيتهم في كيس وحأبدأ أكسرهم. تعرفوا التكسير اللي مو مرة ناعم، اللي يكون مجروش زي كده شكله. وبس بعدين حأكبها في طاوة وحاحط عليها 100 جرام زبدة. الزبدة يستحسن انكم تسيحوها قبل ما تحطوها على الكورن فليكس، يعني اجتنابا للشقة. وبعدين حقلبها مظبوط لين لما تتغير لونها وتطلع ريحتها زي كده. خلاص دحين حاسيبها تبرد على مهلها، وحابدأ أجهز الآيس كريم. في زبدية نظيفة حاحط 3 أرباع كوب كريمة خفق تكون باردة، وحاحط عليها ظرفين دريم ويب، وحأخلطهم على سرعة عالية. ما راح ياخد معاكم وقت إلا لما تتشكل عندكم الكريمة. فإذا ما كنتوا مشتركين عندي في القناة بسرعة انزلوا اشتركوا فيها. وبس شوفوا كيف. خلاص خلصت الكريمة، حاحط عليها ربع كوب حليب مكثف ومحلى، ممكن تنقصوا وتزودوا على حسب الحلا، بس أنا كده أشوف أحسن. وملعقة كبيرة فانيلا، وعلبة صغيرة قشطة جيمر. ححط المكونات تحت إذا أنكم تبوا ترجعوا لها. وبس حاقلبها ألين لما كده كلهم يصيروا لون واحد. على طول حتحسوا إنه الخليط بدأ يتقل وتكون عندنا آيس كريم. شفتوا الحل أصلا مرة سهل. خلاص كده حأبدأ أجمع الحلا في صينية تكون بالحجم المتوسط، يعني حجمها وسط، الحجم الوسط. حاحط نص كمية خليط الكورن فليكس. أهم شي يكون بارد يا جماعة، ما أبغى ولا شوية دفى، حتى لا ما ينفع، حيخرب لكم الآيس كريم. حاوزعها بشكل متساوي، وبعدين حابدأ احط الايس كريم لا تكبوه كب، حطوا كده كميات متساوية على الجوانب، وعرفتوا وزعوها اول قبل ما تفردوها علشان لا يتحرك الكورن فليكس اللي تحت. وبس على مهلكم. خلاص كده سويت السطح، وحاكب بقية الكورن فليكس. وقبل لا انسى، سبت لكم قائمة تشغيل تحت في صندوق الوصف لحلويات باردة، احس انكم محتاجينها دحين اكتر شي. وبس خلاص كده حاحطه في التلاجة تقريبا من 5 ل7 ساعات، ليلة كاملة. وصار جاهز عندنا آيس كريمنا المقلي. ما ادري ايش دخل مقلي، بس انه خلاص هو كذا، ايش نبغى نسوي، هذا اسمه. المهم مرة طلع لذيذ، مرة ومتماسك وسهل. يعني انا ما كنت متوقعة انه الطبقة اللي تحت حتمسك، يعني الطبقة اللي فوق غصبا عنها ماسكة، بس انه اللي تحت ما توقعتها تمسك، بس من جد طلعت ظابطة. زينوها بصوص كراميل شوكليت، اللي هو انا حبيت ازينها بصوص كراميل بس علشان الشكل، يعني التصوير قصدي. لكن هي ما تحتاج. شوفوا، من جد لذيذة، والتحميصة حقت الكورن فليكس مع القرفة لازم تجربوها. وبس هذا هو الفيديو حقي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.